بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. إليكم صفقات النادي الأهلي في السيزون الجديد 2023. تعالوا بينا نشوف في لعيبه بنسبه كبيره الموسم ده في النادي الاهلي، وفي لعيبه كان في مفاوضات عنها وتوقفت. نبتدي بندفيد لاعب الاهلي المعار فيوتشر اللي انتهت اعارته خلاص، واللي كولر راضي جدا عن ادائه وعايزه معاه في الفريق. وفي لعيبه كتيره من نادي فيوتشر للاهلي ومن الاهلي لفيوتشر، مش ندفيد بس، والاهلي ليه حاجات عند فيوتشر وفيوتشر ليه حاجات عند الاهلي. يعني مثلا زي سعد سمير فيوتشر مش عايز يسيبه، وفي اسمين في فيوتشر من اهتمامات الاهلي، واول اسم هو محمد رضا بوبو اللي وقع للاهلي الموسم اللي فات وبرده الموسم ده، ولكن الاتفاقات النهائيه بين الناديين ما كملتش للاخر. واللاعب الثاني محمود مرعي واللي نفس قصه محمد رضا بوبو بالظبط، ولكن لسه الاتفاق بين الفريقين لسه ما كملش. نيجي بقى ناحيه الشمال في الاهلي اللي الاهلي عايز يريح فيها علي معلول بعد الاجهاد والتعب اللي اللاعب اتعرض له كتير الماتشات اللي فاتت، وان كل الضغط عليه، والاهلي كان بيفكر انه يجيب لاعب اجنبي يلعب على علي معلول. وموضوع يحيى عطيه الله الاهلي تراجع فيه احتراما وتقديرا لجهود علي معلول، ولكن الاهلي اختار انه يجيب لاعب مصري وتحرك ناحيه محمد شكري ابن من ابناء النادي الاهلي المعار لسيراميكا كليوباترا. وفي كلام كتير جدا ان هو من ضمن اهتمامات النادي الاهلي، واذا اللاعب قطع الاعاره مع نادي سيراميكا كليوباترا الاهلي هيدفع حوالي 8 مليون جنيه، لان كان داخل في الصفقه احمد ياسر ريان وحاجات كده داخله في بعضها، وان كان في شرط بين سيراميكا كليوباترا والاهلي ان في حاله قطع الاعاره النادي الاهلي بيدفع 8 مليون جنيه مقابل ان ياخد اللاعب تاني. فكده لو اللاعب هيجي النادي الاهلي عليه انه يدفع 8 مليون جنيه مصري عشان يحصل على محمد شكري تاني داخل جدار النادي الاهلي. نيجي بقى لقصه وليد الكارتي. في مفاوضات مع وليد الكارتي واللاعب مرحب جدا ونفسه يلعب في صفوف النادي الاهلي، بس الصفقه مش بنسبه كبيره قوي ولا صغيره قوي بسبب توتر العلاقه بين الاهلي وبيراميدز في صفقه الموسم اللي فات بتاعت ابراهيم عادل اللي طلبوا فيه رقم خيالي، وبالبلدي كده بيقولوا للاهلي ابراهيم عادل مش للبيع. وكان في برضه تاني صفقه بين الاهلي وبيراميدز وهي اسامه جلال، وبرضه ما حصلش اتفاق بين الفريقين. ومحمود حماده برضه من ضمن اهتمامات الاهلي، ولكن الاهلي لسه بيفكر في ضم اللاعب. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي وادارته الموسم ده في اختيار احسن الصفقات السيزون الجديد. واخيرا اهلاوي انا والفخر ليا، وهفضل طول عمري مؤيد وداعم للنادي الاهلي لاخر نفس فيه. السلام عليكم.